صباح الخير ومساء الخير على كل اصحابنا الحلوين. طبعا كل الناس عايزه تشوف بقى فيديو ما قبل القمه. طبعا قلنا نطلع بقى بفيديو ما قبل القمه، الزمالك والاهلي. تعالى بقى نتكلم كده على طول كتحليل المباراه، ايه اللي ممكن يحصل ويدير في المباراه. تعالى نتكلم بقى من الجانب الدفاعي والجانب الخط النص والجانب الهجومي لكلا الفريقين. نبدا كده بتشكيله مثلا للاهلي. تعالى كده نشوف ممكن نبدا بمين. ممكن نبدا لو جينا نقول مثلا في حراسه المرمى مصطفى شوبير، رباعي خط الظهر ياسر ابراهيم وجنبه ياسين مرعي. في الباك اليمين محمد هاني، في الباك الشمال احمد كوكا. في خط النص ملعب افضل ان انت تلعب بمروان عطيه واليو ديانج، وقدام منهم محمد بن رمضان. على الشمال نلعب ب تريزيجيه. على اليمين نلعب باحمد عبد القادر، ومهاجم صريح محمد شريف. دي انا من وجهه نظري افضل تشكيل للاهلي. طيب ناس كتير هتقول طب ليه ما لعبتش ببن شرقي كاساسي؟ طيب تعالى كده نتكلم جانب مهم جدا جدا جدا. لو جينا نركز في الفتره اللي فاتت في المطوشه، هتلاقوا ان تريزيجيه ما بيأديش في حته ان هو يلعب كجناح. كل شويه هتلاقيه بيروح بنص الملعب، يروح يمين يروح شمال. ليه؟ لان بن شرقي دي حتته الشمال، مفيش بقى يعني جناح الشمال. فهو مستحيل ان بن شرقي وهو راجل جناح شمال مستحيل ينزل يبقى صانع العاب. فهو ده اللي بيخلي بن شرقي ما بيأديش مع الاهلي. فعشان كده انا بفضل التشكيل اللي انا بقولها عليه دي. وليه طيب انا حاطط 3 في خط النص؟ ليه؟ لان النادي الاهلي سيء جدا وكان تايه الفتره اللي فاتت في خط النص. فافضل ان الثلاثيه اللي انا بقول عليها دي هتكون قويه جدا، هتقدر تمسك خط نص الاهلي كويس جدا. والاهلي كان نقطه ضعفه هو خط النص، فانت تقوي خط النص بتاعك. ليه كان ضعيف الفتره اللي فاتت؟ لان كان بيستغنى عن واحد في خط النص يهاجم بيه. لكن انت في ماتش زي ده المفروض يخلي خط النص بتاع الاهلي يكون قوي، يكون عنده قوه. لان خط النص بتاع الاهلي هو اساس الفرقه معنى الكلمه. هو اللي بيحرك وهو اللي بيدافع، هو اللي بيخلي الاهلي قوي دفاعيا وقوي هجوميا. خط النص بتاع الاهلي، خط النص طبعا قوي جدا. الاهلي هيكون افضل نوعا ما في خلال مجريات المباراه. تعالى كده، خلصنا كده من كلامنا بقى الاهلي. تعالى بقى ننقل بقى على الزمالك. الزمالك لو بدأ بقى بحراسة المرمى في محمد صبحي، في خط الدفاع محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد. وليه مش عايز اي حد يتكلم ليه ما حطيتش الونش غايب بقى له 3 مباريات، ومستحيل ان احنا نغير الكيمياء بين محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد فجأة كده. لا مش هينفع، لازم يكون الثنائيه دي مكمله مع بعضيها عشان فاهمين بعضيهم. تمام. نيجي كده بقى ننقل بقى على الباكين. باك الشمال طبعا بنتاك، الباك اليمين عمر جابر. هم افضل ظاهرين لنادي الزمالك بالنسبه ليا، وافضل ظاهرين بالنسبه لكل الناس يعني يعتبر. وننقل بقى على خط النص. خط النص مش هنختلف كتير، هو الناس كلها متساويه على سؤال واحد ومتساويه على اجابه واحده، ان هو دونجا وعبد الله السعيد وناصر ماهر. ثلاثي هو المندمج في الفتره اللي فاتت وافضل حتى في خلال طول السيزون حتى. هم اللي مأديين بشكل ممتاز جدا، وبالذات دونجا بعد ما كان خرج ماتش الجونة بالإصابة، يعني ارتكب فينا هدف خلانا يقضي علينا. فدونجا يعني ارتكاز مهم جدا، مركز 6. فده في حد ذاته مهم جدا الثلاثي خط النص. تعال ننقل بقى للهجوم. اليمين عندك خوان بيزيرا طبعا، على الشمال ادم كادو وهو مهاجم صريح وداي الدباغ. طيب ليه بقى ما اتكلمناش على حته ان شيكو وينزا ليه استبعدوا؟ لان يا جماعه مباراه القمه عايزه تركيز. لكن شيكو بنزا عنده عشوائيه جامده جدا في حته اللعب. في شويه عشوائيه مش هتنفع في مباراه القمه، هتخليه يعني يغيره على طول. فهيبوظ المود وهيبوظ تغيير على الفاضي. ولكن الافضل ان انت تاخده بعيد، لان ادم كايد افضل كان في المباراه الجونه وكان مأدي بشكل ممتاز جدا جدا جدا. طيب تعالى كده نتكلم في خلال المباراه ممكن ايه اللي يحصل في خلال المباراه. طيب تعالى ممكن ندي احتمالات للتبديلات. تبديلات مثلا من جانب الاهلي، مثلا لو جينا نركز كده ممكن نلاقي تريزيجيه ممكن يحصل له دروب ما يأديش، ممكن صح. تعالى بقى نغيره ومنزلين بن شرقي. طيب ممكن بردك الدروب ايه اللي يحصل فيه؟ عبد القادر ما اداش فجينا بيه، لا خرجوا نازل حسين الشحات. واللي افضل كمان بردك الناس كلها تتكلم بردك هتستغرب تقول عبد القادر وحسين الشحات الاثنين في نفس المستوى. فعلا الاثنين في نفس المستوى، ولكن
في حته مهمه جدا، عبد القادر بيتالق عن حسين الشحات بالذات في مباراه القمه، افضل في مباراه القمه بالذات، وافضل كمان في الفتره اللي فاتت اخر مباراه قدام حرس الحدود، هو اللي مساهم بنسبه كبيره جدا جدا في فوزه او في انتصار الهدف الثالث اللي جه في حرس الحدود. طبعا ده في حد ذاته مهم جدا للاهلي. عبد القادر مهم جدا في الخيار الهجومي للاهلي كجناح يمين، واتمنى ان هو لو ما اداش زي ما اتكلمنا، برضك حسين الشحات بديل كويس جدا جدا. تمام. خط النص اللي انا بقول عليه للاهلي ده هو خط نص ممكن كمان يكمل لاخر مباراه وما يحصلوش اي تبديلات. طيب تعالى نتكلم بقى، خلاص كده يعتبر احتمالات التبديلات للاهلي خلصت، انا اتكلمت عنها. طيب تعالى نتكلم في نقطه مهمه قوي، الزمالك بقى. ننقل على الزمالك بقى دلوقتي. تمام. الزمالك بقى ايه اللي حصل؟ الزمالك ممكن ايه اللي يحصل بقى في حته ايه التبديلات؟ طيب تعالى كده نتكلم. طيب لو ادم كايد حصل له دروب، شيكو بنزا مش معانا، هنستغرب، هنقول ازاي؟ ايه اللي هيحصل في الوقت ده؟ طيب تعالى بقى اقول لكم على بقى الحل بقى. تعالى اقول لكم على الحل. الحل بقى في الحته دي ان ننزل بقى التبديله اللي هتكون مفاجاه. احمد شريف. احمد شريف اللي هو لاعب اساسا كان في فاركو جناح شمال، وادى في مباراه مودرن سبورت لو اتفرجتوا عليها هتلاقيه برضك لعب كجناح بشكل ممتاز جدا جدا، ولاعيب متحرك في اليمين والشمال وكمهاجم ويضم مع المهاجم. لعيب مهم جدا ممكن نستخدمه، ورقه رابحه ليانيك فيريرا في دكه البدلاء. طيب تعالى نتكلم على عدي ممكن عدم التوفيق يجيله في ماتش زي ده. طيب تعالى نقول لك ناصر منسي اللي هو دايما متالق وحظه حلو قوي على الاهلي في مباراه القمه، اللي ممكن برضك ورقه رابحه في دكه البدلاء، ممكن ينزل يعمل لي الفرق ويسجل لي جون او يعمل لي اي نوش معنى الكلمه يعني في خط دفاع الاهلي. فدي في حد ذاته وهو اوراق رابحه في دكه بدلاء الاهلي ودكه بدلاء الزمالك، ودي اللي هتخلي المباراه قويه كمنافسه في الملعب وعلى الدكه كمان. منافسات قويه جدا. لو جينا نتكلم على لاعب الاهلي والزمالك هتلاقيهم كل لعيبه كويسه جدا وتقدر تحقق مباراه ممتعه. كل التوفيق للفريقين. كده خلصنا الحلقه بتاعتنا، واستنوا بقى حلقتنا بعد الماتش ان شاء الله. كل الناس عايزها بقى تعمل متابعه وتعمل لايك وتعليق وتتفرج على الفيديو ده، تتفرج عليه على اليوتيوب، تتفرج عليه هنا وعلى الفيسبوك، عشان نكمل كل العيله، كل الاصحاب وكل الناس الحلوه كاهلاويه وكزملكاويه. بحبكم جدا وكل اللي بيتابعني، واشكركم جدا جدا على حسن الاستماع وحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.